السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل من هيشوف هذا الفيديو. تحياتي لكم جميعا. اللي قدامكم ده دجاج براهما لايت كولومبي. سلالة الدجاج اللايت كولومبي او الدجاج اللايت كلها مسميات، او كولومبي، يعني في ناس تقول عليه دجاج كولومبي، مربي تاني يقول عليه لايت. النطق الصحيح لايت كولومبي. سلالة الدجاج البراهما لايت كولومبي هي سلالة مميزة أوي، وهي أصل البراهما. يعني اول ما شفنا البراهما وبدأنا نعرف الدجاج البراهما كان اصله لايت كولومبي، اللي هو اللون اللي قدامكم ده. عايز اقول لكم ان الدجاجة ديت عمرها 3 شهور ونص، ولكن من العيار التقيل تكيف دماغ اي غاوي. اصحى، عايزك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وحط لايك للفيديو عشان يوصلك مني كل جديد، واكتب لي انت متابعني منين يا غاوي عشان امس عليك في التعليقات. واديك عمر 5 شهور، الدجاجة هتبقى أقوى منه في المستوى. أنا دايما ببقى مركز لا على الدجاجات تكون قوية في المستوى، لأن زي ما أنا شرحت لكم في فيديوهات قبل كده إن الدم في الدجاجة عكس الحيوانات. الدم في الذكر أي حاجة بتتجوز، الدم في الذكر أي حاجة بتبيض، أو أقول لك أهو أي حاجة بتخلف الدم في الذكر، أي حاجة بتبيض الدم في الأنثى، وخصوصا الدجاج. يعني العامل الأساسي في الجينات الوراثية اللي تحملها الدجاج قبل الديك. يعني الدجاجة تحمل جينات وراثية 70%، الديك يحمل 30%. فدايما وانت بتشتغل في الدجاج خصوصا ركز على الدجاجات بتوعك تكون مستوى وعيار تقيل، عكس الحيوانات بقى والحاجات اللي بتخلف زي الخيل والأرانب والكلاب والماعز والحاجات دي. كل ما الذكر كان قوي كل ما خلفه هيبقى حلو وهيجي زيه. الدجاج كل ما الدجاجة او الفرخة كانت مستواها عالي كل ما عيالها هيبقوا جامدين وعاليين. فهمتوا النقطة اللي انا بوصلها لكم؟ الدجاج اللايت ده جميل جدا ولونه مميز ومعروف، سلالة جميلة. والدجاج البراهما يا جماعة محبوب. تقدر تربي الدجاج البراهما مع الدجاج الحجازي، تقدر تربي البراهما والحجازي والهندي، التلات اصناف دول، ولكن كل صنف خاص بنفسه. يعني الديك والدجاجة دول ده باب عندي، اجيب ديك ودجاجة هندي، اجيب ديك ودجاجة براهم عفوا حجازي او فارسي على ما بتسميه. انا عارف ان انتوا دلوقتي بتقولوا طب احنا عايزين نعرف الاسعار. الاسعار ده هخليها لكم في فيديو تاني، وانا هكون في المملكة باذن الله هعمل لكم فيديو بالاسعار الطيور الموجودة كلها. فعايزك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وما تنساش تضغط لايك للفيديو عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.